الو. مساء الخير. مساء النور. انا كنت شاري مع حضرتك من سنتين في العاصمه الاداريه. اهلا بحضرتك، طبعا فاكراك. فكنت حابب بس اشوف الاوضاع وصلت فين والدنيا عامله ايه. حظك حلو، انا اصلا دلوقتي في طريقي للعاصمه، حالا هبعت لحضرتك. باي باي. من بوابة العاصمة الإدارية الجديدة، من نقطة الوصول من التجمع الخامس مرورا بالدائري الأوسطي، هنبدأ جولتنا في العاصمة الإدارية عشان نشوف آخر التطورات في المشاريع. أنا على طريق بن زايد الجنوبي، على يميني دلوقتي لافيستا سيتي، مشروع فيلل خلصان بنسبة 100% إنشاءات. قدام مشروع لافيستا مشروع بيراميدز ميجا سيتي واصل للدور الثالث في الإنشاءات، ودي أكبر مدينة ترفيهية. على شمالي بيكون في النهر الأخضر اللي بيضم نوادي ومركز نقاهة وفنادق ومساجد وحديقة حيوان مفتوحة ومسرح الساحة المكشوف وحديقة نباتات وغيرها كمان من الخدمات الترفيهية. على يميني دلوقتي الR5 اللي بتضم نيو جاردن سيتي. نيو جاردن سيتي في الR5 دي وحدات كاملة التشطيب خلصانة إنشاءات بنسبة 100% وتم طرحها في شهر فبراير الماضي. المسؤول عن نيو جاردن سيتي ساتي اتش، وهي نفس الشركة المنفذة للR3 مشروع المقصد اللي بيضم وحدات سكنية ما بين شقق وما بين فيلل، وكمان الأسر هناك ساكنين وعايشين بالفعل وقريبين جدا من المدينة الرياضية ومن طريق السويس واستاد العاصمة الإدارية الجديدة. وهنا بقى بنلاقي جوهرة العاصمة الإدارية الجديدة، أعلى برج في أفريقيا ومجموعة الأبراج الصينية. البرج اللي احنا بنشوف عليه اسم بلدي مصر اللي بفتخر بيها بيكون مضاء ليلا في الأعياد والاحتفالات والمناسبات. منطقة الأعمال دي هتدار منها أكبر الشركات وهتكون مزار سياحي مهم قوي في العاصمة الإدارية الجديدة. غير بقى القطاع التعليمي والطبي في العاصمة الإدارية الجديدة، في المرحلة الأولى 13 جامعة دولية، منهم جامعات أوبريتد بالفعل زي الجامعة الألمانية والجامعة الكندية والجامعة الأوروبية، غير مستشفى العاصمة والمدينة الطبية كمان. وصلنا لكاتدرائية الميلاد، دي أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، وتم إقامة فيها احتفالات وأعياد دينية ووطنية، وهي علامة مميزة جدا لمنطقة المستثمرين بالعاصمة الإدارية والR7. دول أحياء سكنية وصلت نسبة الإنشاءات ل 95%، ودي بتضم مشاريع مميزة من أفضل التصميمات وأميز الخدمات ومناطق خدمية وترفيهية. وكمان من الشركات اللي متواجدة مشروع سيليا لمجموعة طلعت مصطفى، البوسكو، كابيتال واي وغيرهم من المشاريع المتنوعة بين فيلل وشقق سكنية. هنا منطقة الR8 اللي لا تقل أهمية عن الR7، نسبة إنشاءاتها متوسط 50% ولسه فيها انفنتوري. الداون تاون ودي ليها حكاية مختلفة، أنا بشوف إن هي مزار سياحي لأن هي بتضم مجموعة من الأحياء، ومن ضمن الأحياء دي حي التنزه والتسوق اللي بيضم مولات تجارية وترفيهية واصل نسبة إنشاءاتها ل 100%. ومسجد مصر الإسلامي الكبير ده المسجد اللي تم افتتاحه السنة الماضية، وكمان مشيخة الأزهر والمركز الثقافي، والأبراج السياحية اللي معدل الإنجاز وصل فيها ل 40% بالنسبة للإنشاءات. بتضم مجموعة من المكاتب الإدارية والمحلات التجارية ووحدات فندقية بإطلالة مميزة على النهر الأخضر، غير كمان مجموعة الأبراج اللي موجودة في قلب الداون تاون اللي مطابقة للجدول الزمني، وكمان الحديقة المركزية وحي الأزياء والموضة وشركات الكمبيوتر وشركات التأمين والحي الإداري. ده المكان اللي أي حد بيحب يصور في العاصمة لازم يصور فيه. عارفين ليه؟ لأن دي أكتر منطقة حيوية بالفعل تم تشغيلها في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي الحي الحكومي والحي المالي اللي الدولة ساعدت في بنائها بعد بناء فندق الميسا اللي بقاله شغال مدة 5 سنين. الحي الحكومي بيضم كل الوزارات اللي هيدار منه جمهورية مصر العربية، وفي كل الهيد اوفيس الخاص بالدولة والقطاع المصرفي والبنوك والبورصة. مدينة زي العاصمة الإدارية الجديدة شهدت تحديات وإنجازات احنا كلنا لازم نكون فخورين بيها، لأن هي كانت حلم وتحقق على أرض الواقع. قولي بقى ايه تاني بتحلم بيه يكون موجود في العاصمة؟ احلم بايه تاني؟ فعلا العاصمه طلعت هي المستقبل. المستقبل؟ بما انك قلت المستقبل خليني اقول لك انك حظك حلو للمرة التانية. انت عارف ان مدينة المستقبل قريبة جدا من العاصمة؟ انا دلوقتي على محور الامل، قدامي 5 دقايق بالظبط واكون هناك وهبعت لحضرتك. باي باي.